السلام عليكم. وصفتنا الليلة فتة شاورما فراخ حلوة رهيبة، ما قادرة أوصفها نهائي من لذاذتها، لذيذة جدا. يعني أنا متأكدة إنها حتعجبكم. مكوناتها زي ما حنشوف هسي: فيليه دجاج مقطع شرائح اللي هو تقطيعة الشاورما دي، وضفت لها خلطة الشاورما من ماجي. تمام. بضيف لها ملعقتين كبار زيت. ممكن تضيفوا زبادي لو انتوا عايزين، لكن انا ضفت لها زيت. بنعمل ميكس بين التوابل دي ونخليها تتبل لمدة نصف ساعة، أقل حاجة نصف ساعة. لو خليتوها أكتر يكون كويس، بتضيف للطعم. الرز عبارة عن، عندي هنا المكونات: بصل مقطعة مربعات، وورق خار بحمصهم في النار، في الزيت أقصد. وبضيف لهم الرز مغسول على حسب الكمية اللي انتوا عندكم عايزين تعملوها للخضار. تمام. انا عملت كوبايتين رز. بضيف لها مرقة خضار، وبضيف لها موية ما تكون كتيرة. الموية تكون مغطية الرز بمقدار عقلة الأصبع كده، ما لازم تكون مغطيها بطريقة كبيرة عشان شنو الرز ما يتلبك لكم في بعض وما يتعجن كويس. نجي للعيش المحمص. انا هنا مقطع عيش شامي مربعات، وبنزل بهم في طاسة سخنة على النار، يعني فيها زيت. الزيت ما يكون كتير برضو، شوية بس، وما تغفلوا عنه وتقفوا جنبها لحد ما تتحمر. الصوص انا ضايفة 2 ملعقة زبادي و2 ملعقة طحينة. تمام. الشاورما برضو لازم النار يكون عالي جدا، وزيت شوية ما يكون كتير. بننزل بالشاورما ونجيب جنبها برضو لحد ما التوابل، مش التوابل، الخلطة اللي هي السالة دي تجف. انا احس انه الخلطة جفت وابتدت تتحمر. تمام. بعد كده بنجي لطريقة التقديم. اول حاجة بنجيب صحن كبير او الصحن المتوفر عندكم. تمام. بنضيف اول حاجة اول طبقة رز. تمام. بعد الرز بقوم بضيف الشاورما. بعد الشاورما بضيف السلطة اللي هي عبارة عن طماطم وفلفل اخضر. تمام. فلفل رومي اخضر. ممكن تعملوا خيار اللي انتوا حابين على حسب الرغبة يعني. تمام. وبعد كده بنضيف العيش المحمص، وبعد العيش المحمص بنضيف له الصوص، والطبقة التانية برضو فوق ليها الرز، وكده لحد ما الشكل الكبير يدينا شكل كبير. آه ان شاء الله جربوها يا جماعة، حتعجبكم، وبالهنا والشفا. ما تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. شكرا.